لا شيء وبلد ما فيه ولا شيء. أنا اليوم نقول انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد اقتراب رياض محرز نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري من نادي أهلي جدة السعودي، وانتهاء مسيرته الأوروبية بشكل سريع وغريب. مبدئيا بما انه وصل لك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. الإعلام الجزائري نشر عبر كل صفحاته مفاجأة مدوية بالنسبة لهم قد تحدث قريبا، وهو انتقال رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والمتوج بالدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي، وبالاخص النادي اهلي جده اللي لسه صاعد حديثا اساسا لدوري روشن. الصحافه الانجليزيه والسعوديه اعلنوا ان في تفاوض بين نادي اهلي جده ورياض محرز، بالاخص ان اللاعب بيبدي اهتمامه وان هو ما عندوش اي مانع لانه اساسا مش بيشارك كتير مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي. حتى اخر مباراه نهائي كاس الاتحاد الانجليزي امام مانشستر يونايتد ما لعبش المباراه ولا حتى شارك في الدقائق الاخيره. فرياض محرز حسب رأي الجزائريين بيتعرض لاضطهاد من بيب جوارديولا في مانشستر سيتي وان هو مش بيحب العرب. هل كده خلاص انتهى الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي ومرحبا بالدوري السعودي اللي بيدفع حاليا بالثلاث واربع اضعاف من الانديه الاوروبيه؟ يعني كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، نوجولو كانتي ولاعيبه كتيره جدا قادمه لسه في موسم الانتقالات الصيفي. فهل ممكن نجومنا العرب كلهم ينتقلوا من الدوريات الأوروبية للدوري السعودي؟ محمد صلاح نشوفه في الهلال، أشرف حكيمي، حكيم زياش، رياض محرز. فأعتقد كده خلاص بمجرد ما كريستيانو رونالدو تنازل وراح للنصر السعودي فتح المجال لكل اللعيبة العالمية إنها تروح الدوري السعودي، وممكن فعلا في يوم من الأيام يبقى الدوري السعودي من أقوى 5 دوريات في العالم بسبب اللعيبه اللي بيجيبها بملايين ملايين ملايين الدولارات. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولينك الفيسبوك في اول كومنت.